السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي وباتشوكا، مكاسب كتير الأهلي طلع بيها من الماتش ده. هنتكلم في البداية على السكواد. ايه اللعيبة أصلا اللي ظهرت في الماتش ده بشكل كويس، وايه اللعيبة اللي يعني من وجهة نظري في لعيبة كتير في الأهلي ما ينفعش تكون موجودة في الأهلي، ما ينفعش تكون موجودة في الأهلي أصلا. طب نبتديها كده من حراسة المرمى. حراسة المرمى يعني الشناوي وشوبير بسم الله ما شاء الله الاتنين مركزين، الاتنين يعني فايقين، وده حاجة تطمنا. نخش على خط الدفاع بقى. خط الدفاع يا جماعة فيه مشكلة رهيبة. احنا عندنا مشكلة رهيبة في خط الدفاع. طبعا عندنا الباك رايت والباك ليفت. عندنا الباكين ما فيهمش غير محمد هاني. تخيل انت مع الباكين انت ما عندكش غير محمد هاني بس. باك يمين هو ده اللي متاح ليك انك تعتمد عليه، محمد هاني، ملوش بديل. عمر كمال ده المفروض اصلا ما يلعبش في الاهلي يا جماعه. لعيب اللياقه بتاعته ما عندوش اصلا، هو ما فيش نفس، مش قادر يجري. نزل ربع ساعه قام وقع على الارض مش قادر ياخد نفسه، داخ. كبر. غير ان هو كبر، هو ممكن يأدي مع اي فرقه في منتصف الجدول. ده مش لعيب ينفع يلعب في النادي الاهلي. عندك بقى شمال مفيش، هو ما عندكش غير يحيى عطية الله، وما اعرفش هو فين اصلا. هو اصلا يعني الاصابه اللي عنده خفت ولا لا، انا ما اعرفش يعني. مفيش، ما عندكش باك شمال خالص. كوكا مين والدبيس مين الدبيس مستواه زفت. طبعا اللعيب قاعد اصلا بقاله موسم ما بيلعبش، فاكيد مش هيديك المستوى ولا الفورمه اللي انت مستنيه. هو الدبيس ممكن جات له فتره كده كانوا معتمدين عليه وكان بيلعب وكان بيزيد بس الدبيس مش هيديك اوفر. يعني الدبيس مش بتاع ان هو يزق الكرة ويديك اوفر، مش علي معلول. هو مش بتاع دي. هو الدبيس عايز يزيد ويجري ويضم جوه الملعب، ودي برضو مش بتاعت الباك الشمال. انا مش عايز بقى، انا عايز باك شمال يفتح يجري كرة زي كده بالظبط. مين الشيبي في بيراميدز باك يمين مش شمال، بس هو عنده ميزه ان هو الكرة وهي بتجري بيقوم، وهي بتجري قدامه يرمي الاوفر يروح مسطره. هو ده اللي انا عايزه من الباكات. فطبعا احنا عندنا مشكله جامده جدا في خط الدفاع. نخش في قلب الدفاع. قلب الدفاع انا يعني اتفاجئت ببيكهام. الحقيقه بيكهام انا اتفاجئت بيه، مستواه كويس قوي. لعيب بيعرف يقف على الكوره، بيعرف يطلع. في كوره كده كانت على يمة الكورنر اليمين، كان هو مزنوق قام لامم اللعيب ومعدي لعيب يطمنك شويه. تمام. اشرف داري مش مركز، مش مركز. اشرف داري لعيب كبير بس مش مركز، في حاجه غلط. امبارح الجون يعني معديه من تحت رجله، مش مركز، مش عارف يقف فين ويروح فين. العش مش مركز برضه. العش خارج الفورم. مع ان انا يعني انت لو هتقول لي انا ترتبها ازاي، انا بالنسبه لي العش يلعب باك شمال، هيبقى على عدلته بس مش هيديك اوفرات، بس هيقفل لك الدفاع في الحته دي. عيل فتنس بيعرف يجري وعلى عدلته، يعني هيعرف يطلع الكوره صح. هو بيلعب بشماله احسن من العك اللي احنا بنقعد كده كوكا ودبيس فطبعا احنا ياسر ابراهيم كويس، كويس نوعا ما، بس بيسرح ساعات والله، بس كويس. فانت عندك مشكله كبيره قوي في خط الدفاع. هنخش بقى في خط النص. في مدعكه يا جماعه، مدعكه في خط النص. بالرمضان ده عالمي يا جماعه. بالرمضان ده يعني راجل فعلا تحس، عارف انت اما تروح عند دكتور خبره تقول له بس انا تعبان من كذا وكذا، يقول لك انت عندك كذا، خد كذا، انت خفيت. هو ده خبره. بياخد الكرة هيطلعها ازاي. لو هو مش معاه الكرة بيعرف هو واقف فين، يعني بيظهر للاعب. لعيب خبرة كده، لعيب تطمن وتتمتع وانت بتتفرج عليه. يعني بن رمضان الحقيقة هيبقى حاجة تقيلة جدا في الاهلي، لانه هو لعيب لمسته حلوة. يعني هو على فكرة يا جماعة اللي مطلع، هو اللي مباصي الجون بتاع تريزيجيه. بن رمضان اللي مسلم تريزيجيه. السهل الممتنع، السهل الممتنع. طبعا انت عندك ديانج بسم الله ما شاء الله. قفشه، قفشه برضه يعني ما بحبش، يعني برضه قفشه فيه نفس العاده اللي هو يديله الكرة يقوم لازم يلف، ما يعرفش يباصي الكرة من لمسه واحده. لازم ياخد الكرة ويلف ويبص اسرع، يعني خلي لعبك اسرع شويه قفشه. فطبعا اللي طلعنا منه في الماتش ان خط النص يعني احتمال كبير يبقى بن رمضان وامام عاشور
وديانج. يا ديانج يا حمدي فتحي. مروان عطية هيبقى صعب جدا يلعب في وسط الاتنين دول، صعب جدا. خط الهجوم بقى، طبعا انت عندك في القلب هو يا جراديشار يا وسام، واكيد هيبقى وسام اللي هيلعب. تمام، لان جراديشار حاسس ان هو اصلا مرهق مش واخد راحته. إيه اللي هنلعب بقى، هنخش على الونجات. وينج شمال بن شرقي، انت مش في المستوى بن شرقي، وده خطر عليك انت بن شرقي، خطر عليك انت بقى عندك على نفس الوينج تريزيجيه. يعني انت لو ما اديتش 100% انت هتقعد دك، وهتنزل له احتياطي اخر 10 دقايق ولا اخر ربع ساعة، وده ما ينفعش. بن شرقي انت مش قادر تجري، مش قادر تعدي واحد على واحد. فين بن شرقي اللي على الخط؟ انا جايب بن شرقي عشان يستلم الكرة ويجري لي على الخط، يعدي واحد واتنين ويفتح لي الملعب، يعمل لي جون من وسط ملعب مقفول، ماتش مقفول كده الدنيا مقفلة، يعدي لي واحد واتنين ويعمل لي هجمة محترمة. فبن شرقي اكيد هيبقى دكة، وتريزيجيه اللي هيلعب عليه، وهينزل احتياطي. بس هينزل لان تريزيجيه مش هيقدر يديك ال90 دقيقة يعني، لان تريزيجيه بيعمل مجهود. يعني لو نزل شوط هيديك الشوط ده، لانه بيجيب اخره في الشوط ده. إيه، هنخش على الوينج يمين. طبعا زيزو يعني هو لسه لعيب بقاله 3 شهور، ما شهرين ونص او حاجه، او شهرين ما بيلعبش ماتشات، هو بيتمرن، هو فورمه. بس لسه لاعب مخضوض، لسه ما انسجمش مع الفرقه، بس هيديك جامد. بس هو محتاج حد يسند عليه بقى، محتاج حد وراه، يعني محتاج حد وراه يكون فاهمه. ما تقوليش بقى عمر كمال، يعني اتمنى ان هو يلعب مع محمد هاني باستمرار. لو لعب مع محمد هاني باستمرار هيعملوا تيم حلو قوي. تمام. وطبعا يعني زيزو ولا حسين الشحات ولا طاهر؟ هقول لك زيزو طبعا، طبعا زيزو. وهيبقى تبديله يا اما طاهر يا حسين الشحات، لان حسين الشحات اصلا في الضياع يعني، ولا فورمه ولا بدني ولا اي حاجه. ده يعني مفيش. انا مش فاهم هو عايز يلعب، يعني لو حد خبطه كتف اصلا بيقع. كده يبقى احنا استفدنا، ان اعتقد ان المدرب حط عينه على اللعيبه الاساسيه، حط عينه على التشكيله المظبوطه. هو ده اللي احنا استفدنا بيه من ماتش باتشوكا. كان ماتش كويس على فكره، مش وحش. عملنا ماتش كويس، ضربات جزاء عادي مفيش مشكله. زي ما قلت لكم، في لعيبه ما ينفعش تلعب في الاهلي زي عمر كمال. ده مش ظلم ليك يا عمر والله، بس فعلا انت كل ماتش بتنزله ما تبقاش قادر، مش قادر تجري، مش قادر تعمل حاجه. انت بتلعب بالظبط 5 دقايق 7 دقايق بتجري تعمل لي اوفرين تتعب. وده مش لعيب اهلي يعني، ما فيش لعيب اهلي انا عايزك تلعب 90 دقيقه. فانت كبرت، انت تلعب في فريق منتصف الدوري، ده كويس، او هتعرف تأدي معاه، وهيبقى اللعب على قدك، وهتعرف تاخد نفسك وتقعد لان منتصف الدوري ما فيهوش الجري والفرهده الكتير اللي في الاهلي دي. فان شاء الله ربنا يوفقنا في اللي جاي في اول ماتش. واتمنى لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك واشتراك في القناه عشان تتابع معنا كل جديد. سلام.